عارفه ان انت ممكن تكوني بتغسلي شعرك غلط، فتعالي اقول لك تغسلي شعرك ازاي. اولا انت لو بتعاني من التساقط ولو بتعاني من الجفاف والهيشان والتقصف، ما ينفعش تستخدمي اي حاجه كده تجاريه من السوبر ماركت. لازم تختاري شامبو وبلسم او حمام كريم يكونوا فيهم مواد ترطيبيه عاليه وما يكونش فيها كيميكالز ضاره كتير. انا بنصحكم طبعا ببراند لوجي باك، كلمتكم عنها كتير جدا، من الطف الشامبوهات كمان اللي بتعالج التساقط والهيشان. وحمام الكريم بتاعهم يا جماعه ده جرعه طف. اول غلطه في الشاور هي الميه السخنه، ما تستحميش ابدا بميه سخنه، بتكسر الشعر وبتضعف البصيلات جدا. ما تغسليش شعرك مرات كتيره ورا بعض لان ده بيضعف الشعرايه وبرده بيخليها تتقصف. الشامبو بتاع لوجي باكت ده ما فيهوش سلفيت، بس في نفس الوقت بينظف الشعر جدا جدا، فهيكون اختيار ممتاز ليكي. انت بتغسلي فروه راسك، ما تخليكيش عنيفه معاها وتستخدمي ضوافرك، لا استخدمي الانامل. اغسلي الفروه نفسها مش الشعر، الفروه هي اللي احنا عايزينها تبقى نظيفه. اعصري شعرك كويس جدا قبل ما تحطي الهير ماسك، حتى لو انت هتجففيه بمايكرو فايبر تاول، علشان لما تيجي تحطي الهير ماسك ما يتحطش وهو دايلوتد او وهو مخفف، وتستفادي وشعرك يستفيد من المكونات اللي في الهير ماسك. لما تيجي تختاري هير ماسك يكون قوامه كده ثيك شويه وفي حاجات عاليه الترطيب، لما تيجي تسيبيه على شعرك سيبيه على الاقل 4 دقايق وانت لابسه شاور كاب عشان يغذيلك شعرك.